علشان يحلوا مشكلة نقص السمك والنباتات. موانا بتقاطعهم وبتقول لهم إنها لقت طريقة لإنقاذ الجزيرة، وهي استخدام القوارب الموجودة في الكهف للبحث عن ماوي وإرجاع قلب تيفيتي لمكانه علشان تنتهي اللعنة للأبد. لكن والدها بيتعصب جدا وبيقول إن كان المفروض يحرق القوارب دي من زمان، وبيرفض فكرة البحث عن ماوي تماما. وأثناء النقاش بيعرفوا إن الجدة تعبت فجأة، بيجروا عليها، وهناك الجدة بتقول لموانا في ودنها إنها لازم تروح فوراً تدور على ماوي، لأن المحيط اختارها للمهمة، وتأكد عليها إنها لما تمشي ورا النجوم هتلاقيه، ولازم تقنعه يشاركها في الرحلة دي عشان يرجعوا القلب. الجدة بتحط قلب تيفيتي في سلسلة موانا وتموت بعدها. موانا بتحزن بشدة، لكنها بتاخد السلسلة وبتروح تجهز قارب من القوارب في الكهف، وبتروح البحر متحدية الأمواج. المحيط بيساعدها وبتستمر ماشية ورا النجوم. في اليوم التاني سمعت صوت غريب في القارب، وتكتشف إن ديك من الجزيرة اتسلل معاها. الديك بيصرخ لما يلاقي نفسه في وسط المحيط، فبتحاول تهديه وتعرفه إن المحيط ده صديقهم، لكنه بيحاول يرجع. فبتقفز موانا وبتلحقه وترجعه للقارب، وبتكمل رحلتها، لكنها بتتعب وتنام. المحيط بيصحيها لأنها ضاعت، ولما تحاول تغير الاتجاه القارب بينقلب بيها وتقع في المية، وتمسك القارب بسرعة، لكن فجأة بتظهر عاصفة قوية والموج بيضربها وتغرق موانا. في اليوم التالي بتصحى تلاقي نفسها على جزيرة غريبة، وتفرح لما تلاقي قلب تيفيتي لسه معاها، لكنها بتتضايق وتلوم على المحيط لأنه ما ساعدهاش. وفجأة